هناك أمور غير طبيعية تسيطر على عالمنا، وهناك أحداث غير متوقعة الحدوث. يعني ممكن حاجة تيجي تشقلب الدنيا. طب هو ده طبيعي إنه يحصل، ولا ممكن يكون في حاجة ورا ده زي الحقد أو الغيرة أو الحسد؟ ده ممكن يخلي الواحد يلجأ لحاجات غير طبيعية في الأذى، زي إنه يعمل سحر لحد، والأخطر إنه يعمل عمل سفلي. ازيك يا حكواتي، عامل ايه؟ انا عارف ان انا ما نزلتش فيديو الاسبوع اللي فات، بس العظمه بتتطلب وقت يا حكواتي علشان اقدم لك محتوى تحب تسمعه. ومع ذلك في الفيديو اللي فات، فيديو الصندوق الاسود اللي لسه ما شفتهوش هتلاقيه في الاي فوق عندك وفي الديسكريبشن تحت كمان. كان في كومنت جاي لي عليه بيقول لي انك انت ليه ما تحكيش حكايه من حكايات المتابعين وتسمع لهم وتبدا سلسله جديده. وفعلا انا قررت ابدا سلسله جديده واسميها حكاوي المتابعين، واللي فيها كل واحد فيكم هيكون هو بطل الحكايه دي ويحكي فيها التجربه اللي حصلت معاه، سواء كانت كويسه وحشه، قدر يتغلب عليها او ما قدرش. وعشان كده انا مستني كل الحكاوي بتاعت المتابعين. لو حابب بقى تبعت الحكايه بتاعتك، عندك طريقتين، يا اما عن طريق التيك توك او الانستجرام، وفي الحالتين هتلاقي لينك التيك توك والانستجرام بتوعي موجودين في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. طبعا ده ما تنساش تعمل لايك والاشتراك للفيديو ده. ويلا بينا حكواتي نبدا قصه العمل السفلي، القصه الحقيقيه اللي بيرويها صاحبها بنفسه. صاحب القصه بيحكي بيقول ان هو دلوقتي عنده 19 سنه، بس التجربه لما حصلت معاه كان في وقتها عنده 13 سنه. بدايه اللعنه والكابوس المرعب اللي هم مروا بيه في البيت كله بدأت وهو عنده 13 سنة. الحمام بتاعهم كان فيه مشايات كتير بلاستيك بتطرقع كده أو بتعمل صوت أول لما تدوس عليها، أو باب الحمام يتفتح أو باب الحمام يتقفل. في ليلة من الليالي كان قاعد والحمام كان مفتوح، سمع صوت طقطقة المشايات البلاستيك دي، فهو افتكر ان في حد دخل الحمام او حد طالع من الحمام. بالمناسبة هو بيحكي وبيقول ان الأوضة بتاعته في وش الطرقة اللي فيها الحمام، ولو بص الناحية التانية كده هيلاقي أوضة أبوه موازية للطرقة اللي فيها الحمام. التفصيلة دي مهمة وخلي بالك منها جدا يا حكواتي علشان هتفرق في التفاصيل. المهم فضل يسمع أصوات كتير موجودة في الحمام، ما كانش فاهم هل في حد موجود في الحمام ولا لأ. المهم ان في مره واحده كده صوت القعده بتاعت الحمام قفلت واترزعت مره واحده، فهو افتكر خلاص ان اللي موجود في الحمام ده خلص حمام وهيطلع دلوقتي. بس الغريبه بقى ان هو ما حدش طلع، فضل مستني حد يطلع برضه ما حدش طلع، وصوت المشايات الموجود. وخد فتره كده كل يوم بيسمع اصوات خارجه من الحمام. كان مرعوب وخايف جدا، بس ما كانش عايز يتكلم. ليه بقى يا حكواتي؟ واسمع التفصيله دي، لان هو مهووس جدا بقصص الرعب وبيحب يفتش في العالم مش العالم بتاعه، وبيدور وبيقرا كتير وبيسمع قصص كتير من الحقيقيه ومنها القصص المزيفه. ما علينا، في يوم من الايام وهو قاعد سهران هو واخته في الاوضه، سمع صوت حد بينده عليه من الحمام، بس بصوت غريب مش من صوت اهل البيت. فضل قاعد ومستغرب، فاخته بتقول له مالك؟ قال لها انت مش سامع صوت حد بينده؟ سكتت كده وركزت، راحت قالت له صوت حد بينده عليا انا. هو اترعب في وقتها، بينده عليك ازاي؟ ده بينده عليا انا. وفضلنا قاعدين وبنتكلم في حاجات مرعبه. اخته رغم ان هي لسه صغيره الا انها ما بتخافش، ولغايه دلوقتي حتى لما كبرت برضه ما بتخافش. مش عارف واخده الثقه وجايبه الثقه دي من فين. فضلنا نتكلم عليهم شويه ونجيب في سيرتهم كتير يا حكواتي، لحد ما باب الحمام ده اترزع رزعه خلت كل واحد فينا قاعد على السرير بتاعه واتغطى بسرعه زي العيال الصغيره، واحنا فعلا كنا عيال صغيره في وقتها واتغطينا من الرعب. تاني يوم بدينا نشوف خيالات موجوده في الشقه، خيالات ما كناش عارفين هل فعلا احنا بنشوفها ولا لا، دي تهيؤات ما كناش عارفين نفسر نعرف الفرق بين الواقع والتهيؤات. انت متخيل انا واصل لفكره ايه اساسا؟ انا ساكن في حته قريبه جدا من الهرم، فانا من خلال تفسيري وقرايتي للمواضيع دي كلها قلت بقى ده اكيد حد او رصد من الموجود تحت الارض
اللي بيحرسوا الاماكن الاثريه هو ده اللي بيظهر لنا، او هو ده اللي بيعمل صوت، لان ممكن يكون ضايقناهم واحنا مش واخدين بالنا. في يوم من الايام حكيت لامي على كل حاجه بتحصل، وقررت انها تكلم شيخ. ولما كلمته قال لها انا لازم اجي البيت واشوف. ولما جه البيت فضل يمشي ويدور من غير ما يتكلم مع حد فينا خالص. وعلى فكره والدي ما كانش موجود في اليوم ده، لان طبيعه شغله بتحتم عليه ان هو يغيب ايام كتير بره البيت، وطبيعه شغله صارمه جدا جدا جدا. الشيخ بدون اي مقدمات قال ان في عمل سفلي معمول في البيت ده. امي سالته ومين عمل العمل ده؟ ما رضيش يرد ومشي. وهو على السلم بنبص له وكان بصته كلها خوف، بصت ان في حاجه هو مش عايز يتكلم عنها ونزل. وبعد فتره امي بدات تحلم احلام غريبه، بدات تحلم بشخص طويل شعره ناعم وعنده ضوافر طويله وعينيه بيضه، وكان بيحاول يخوفها في الحلم. احنا قاعدين في قعده عائليه وبتحكي فيها اللي هي بتحلم بيه بقالها فتره. انا فضلت قاعد واقول لو هو عفريت بجد يطلع لي، لو هو راجل بجد يطلع لي، وشغله وحركات عيال. انا كنت عيل فعلا برضه، كان عندي حوالي 13 سنه او 14 سنه مش فاكر. ما انا الموضوع انتهى وانا عندي 17 سنه يا حكواتي، يعني اكتر من 6 سنين. انت متخيل انا واصل لمرحله ايه؟ وعلى الساعه حوالي كده الساعه 3، وغالبا ده نفس التوقيت اللي بتطلع منه الاصوات من الحمام كل يوم، مع اختلاف الفترات اللي بتظهر فيها الاصوات دي. واقف على الباب طويل جدا وشعره ده جايب اخر الباب. ملحوظه، البيت اللي انا ساكن فيه ده بيت قديم، يعني البيبان والشبابيك والسقف بتاعهم عاليين جدا على الطراز القديم يا حكواتي. فكون ان هو معدي الباب اذا هو طويل جدا جدا جدا، وعينيه فعلا كانت بيضة وشعره ناعم ورجليه رفيعة بغباء، لدرجة ان انت شايف رفعها من جوه البنطلون والبدلة اللي هو كان لابسها. يا حكواتي كان لابس بدلة، البدلة دي غريبة، مش نفس البدل اللي بيلبسها البني ادمين الطبيعيين. كان بيضحك لي بضحكة مستفزة، ضحكة كلها برود مرعبة، وبصاته ليا كانت باردة ومرعبة برضه. وتحس ان هو جاي يوجه لي رسالة ان انا موجود، انا طلعت لك اهو، انا راجل وظهرت لك، اللي امك اللي بتشوفه ده حقيقي مش خيال ومش حلم. انا عرفت كل ده من بصته المرعبة ليا. تاني يوم قعدت حكيت لهم اللي حصل، محدش صدقني، وابويا اتهمني ان انا بيتهيألي بسبب الحاجات الزفت اللي انا بسمعها، كنتش عارف اعمل ايه. انا جدتي شغالة في الازهر، وشغلها في الازهر حتم عليها انها عندها علاقات بالشيوخ كتير. المهم ان هي حكت للشيخ وللشيوخ عن اللي بيحصل في البيت، وقرر ان هو يجي، وقعد يقول لنا شغلوا قرآن ومش عارف ايه وحاجات كتير. كان الموضوع بيهدى وبياخد فترة، بس لما كان بيرجع تاني كان بيرجع اصعب واقوى، وكأن ده عقاب على اللي احنا عملناه. اتعرضنا للشيوخ كتير، منهم النصابين منهم الحقيقيين اللي كانوا فعلا بيهدوا الاوضاع في البيت فتره والموضوع يرجع اصعب من الاول تاني، لدرجه تخليك تشك هو فعلا الموضوع ده ملوش حل، يعني مش هنعرف نعيش حياه طبيعيه تاني. لحد ما في يوم من الايام كنت محتاج آلة كبيره جدا عشان اعرف اشتغل عليها، لان كنت خلاص كبرت ومحتاج ان انا استخدم الآلة. وفعلا بعد زن كتير على ابويا قرر ان هو يجيبها لي، وكان جن وزويله ان اي حاجه في البيت تضيع. تحس ان هو كان بيعاقبنا لو حاجه ضاعت، وفعلا الآلة دي ضاعت مني. وابويا كان حالف 100 يمين ان لو الآلة دي ما ظهرتش بكره ان هو هيعاقبني جامد جدا، وما كنتش متخيل حجم العقاب اللي ممكن يعاقبه لي. ابويا كان شديد جدا وصارم جدا في التعامل. فضلت طول الليل عمال بدور على الآلة في كل حته في البيت، ان الآها مش لاقيها. اكلم في اصحابي يمكن نسيتها في حته، نسيتها في درس من الدروس، حد من صحابي واخدها مني. مفيش اي دليل على وجود الآلة في البيت. انا ومدت ظهري لباب الاوضه اللي بتبص على الصاله على طول زي ما قلت لك. في واحد قاعد في نص الصاله كان لابس ابيض في ابيض ودقنه بيضه وشعره خفيف ولونه ابيض برضه، بيبص لي وبيشاور لي على الكنبه الموجوده تحت الكنبه، بقى حاطط صباعه تحت الكنبه وبيشاور، وكانه بيقول لي في حاجه هنا. انا ما كنتش عارف ازاي مندمج معاه وبطوعه، ولا ارادي كده بنفذ اللي هو بيقوله. وبضحكه خفيفه شاور لي وقال لي تحت الكنبه. ببص تحت الكنبه لقيت الآلة. طب ازاي؟ وما كنتش عارف ايه ده. من خلال تفسيري للموضوع بقى وقرايتي قعدت ادور على الظاهره ممكن تحصل زي كده. لقيت ان ده ممكن يحصل، ممكن يكون ملك نزل عشان يساعد، او ممكن يكون حد من عمار البيوت هو اللي قرر يساعدني، لان عارف هو ممكن يتعصب ويعمل فيا ايه، فهو ما حبليش الاذى فقرر ان هو يساعدني بنفسه. وفضلنا على الحال ده كتير. وفي مره من المرات طلعت الصاله على حوالي الساعه 3 كده عشان اخش الحمام، ودخلت الحمام فعلا حسيت بحركه مش طبيعيه. حسيت ان في حد او في ضيف او في ظل مش عارف اسميه ايه. انا كنت طفل ساعتها بيتحرك ما بين زوايا الحمام. ولما طلعت لقيت في كوبايه شاي سخنه موجوده على الترابيزه اللي في الصاله، كان في حد لسه صاببها دلوقتي حالا. ما كنتش عارف تفسير ده ايه. الفكره ان لما دخلت الاوضه وابص لقيت كل الموجودين في البيت نايمين. طب ازاي؟ طب مين عمل الشاي ده؟ انا خفت واترعبت. ولما صحيت تاني يوم وابص في الصاله
ما لقيتش كوبايه الشاي ولا في اي اثر لحد عمل كوبايه شاي اصلا. وحكيت لهم الظاهره دي، وابويا وبعد اصرار كبير جدا من امي قرر ان هو يجيب شيخ. والشيخ لما جه نصحنا ان احنا نشغل قران ونسيبه شغال 24 ساعه. في يوم من الايام واحنا مشغلين القران صحينا لقينا مكتوم. احنا متعودين في البيت ان حتى لو مش عارفين ننام بسبب صوت القران ان هو عالي ولا حاجه بنوطيه، لكن ما بنكتمهوش. والفكره ان احنا كلنا نايمين ومحدش فينا قام وكتم الصوت. هنا ابتدى ابويا يشك وجاب شيخ تاني وتالت، وتعرضنا للشيوخ كتير، منهم الحقيقيه ومنهم النصابين، ودوخين يلمونا مع كل حد كان بيحاول ان هو يجرب فينا. محدش كان عارف يفسر اللي بيحصل ده، لحد ما في يوم بقى ابويا وقع على شيخ كان عامل نفسه شيخ. جه وقعد واتكلم وقال مين بيشوف الظواهر ومين بيحلم. امي قالت له انا، وقال لها تعالي، وفضل يقرا عليها قران كتير وكلام باللغه العربيه الفصحى. انا ما كنتش عارف معناها ايه. كلام باللغه العربيه الفصحى صعب جدا انك تفهمه، مش متعود اصلا انك تسمعه، بهمهمات وتمتمات لحاجات مش مفهومه جدا، وكانه بيقول طلاسم. بس الفكره ان انا عارف اصوات الطلاسم كويس. قلت لك مركز جدا في الموضوع ده ومتابع كل حاجه وبقرا في الموضوع ده كتير، لحد ما امي اتشنجت جامد وقعدت تطلع اصوات غريبه منها، اصوات مش صوتها خالص. فالشيخ قال هو في حد بيسمع او بيشوف حاجه من الحاجات اللي هي بتقول عليها دي؟ كله بص لي انا عشان انا الوحيد اللي بحكي وبقول ان انا بشوف وانا بسمع وانا. فقال لي تعالى، وقعدت على كرسي بلاستيك وحط زي حاجه كده تشبه القلم، حطها على راسي وقعد يتكلم بها بكلام نفس الكلام الغريب اللي كان بيقوله لامي بالظبط. وقال لي انت هتخش وهتشوف حاجه لما تصحى من النوم هتحكيها لي. وقال لي بقى ان انت هتحس ان انت عليك النوم وعايزك كل حاجه بالتفصيل. وفعلا حسيت ان رحت في النوم، وبيحلف بكل حاجه حصلت حقيقيه. واسمع بقى حلف وقال ايه. قال والله العظيم انا اول لما غمضت عيني حسيت ان انا في عالم غير العالم. انا شايف نفسي بس من منظور تاني. عارف لما تكون بتحلم وشايف نفسك في الحلم، شايف نفسك بتعمل حاجه او كأنك بتتفرج على فيلم انت موجود فيه. قال انا كنت موجود في العالم بتاعهم، كنت بشوف اشكال غريبه، الناس مش طبيعيين، عشان كده قلت ان هو ده العالم بتاعهم، اللي تلاقي فيه واحد طويل جدا، واحد قصير خالص، واللي تلاقي واحد ايديه اطول من جسمه كله، واللي تلاقي عينيه بيضه، واللي تلاقي ضوافره طويله، واللي تلاقي واحد وشه شبه الفار كأنه من القوارض بالظبط، تلاقي واحد ديله ديل تعبان، ولا تلاقي واحد ديله ديل معزة وما عندهمش رجلين زينا، دول عندهم حوافر، والحوافر دي بتمشي بتسيب أثر جامد جدا على الأرض. العالم بتاعهم مخيف، ضلمة، مرعب. النور اللي موجود فيه مش نور طبيعي، تحسوا انه نور من النار، مش إضاءة طبيعية أو إضاءة صناعية من اللي احنا متعودين عليها. هو ما فيش نار، بس دي إضاءة النار موجوده في كل حته في العالم ده. هما بيحكوا لي بعد ما انا فقت ان الموضوع ما استغرقش اكتر من 10 دقائق، بس انا كنت حاسس ان انا بقالي كتير جدا في العالم ده. هما بيفوقوني من كتر التشنجات اللي كنت فيها. الكرسي البلاستيك اللي انا كنت قاعد عليه ده طرشق واتكسر وقعت على الارض، رغم ان الكرسي ده جامد ومتين مش بلاستيك خفيف. يعني اكتر حاجه مرعبه انا مريت بيها في حياتي يا حكواتي. الشيخ قال لنا شغلوا سوره البقره وسوره مريم وسوره ال عمران بانتظام في البيت، وفعلا الموضوع خف جدا جدا جدا. خدنا فترة كبيرة مفيش حاجة بتحصل في البيت. بس الغريب بقى ان بدأت المواضيع دي تظهر تاني، والاقي الشخص ده اللي طلع لي بيطلع اكتر من مرة. اطلع في الصالة اللي قاعد على الترابيزة، اطلع في الصالة اللي قاعد على الكنبة، اطلع في الصالة اللي واقف على باب الأوضة بتاعتي، اطلع في الصالة الاقيه واقف على باب الشقة، اطلع في الصالة الاقيه واقف على باب أوضة ابويا وامي. لحد ما في يوم من الايام قلت له انت عايز مني ايه؟ انت تطلع لنا ليه؟ ضحك واختفى مرة واحدة، تلاشى، اختفى من العدم يا حكواتي. قلت له كمل احكي. قال في مرة من القرارات كنت بلعب في الشارع وعطشت جدا جدا جدا، فدخلت البيت وقررت ان انا اشرب ميه من الثلاجه وانزل اكمل لعب. انا وداخل في نهايه الممر والطرقه الثلاجه بتاعتنا موجوده. شفت طفل جميل جميل جدا، من جماله كده تحس ان انت عايز تجري عليه وتشوفه ايه ده. وانا وبجري عليه وقفت من الصدمه مرعوب لما شفت ان الطفل الجميل ده طالع له قرنين صغيرين. والله يا حكواتي زي ما بحكي لك كده، طالع له قرنين صغيرين. انا بقى متعود على الحاجات دي ومتعود عليهم، فما بقتش اخاف قوي. انا وبجري عليه اختفى تماما، لدرجه ان من سرعتي انا خبطت في الثلاجه ووقعت. حكيت لامي وقلت لها على الطفل وظاهرة الطفل اللي بتظهر دي. قالت لي وانا كمان بشوفه بالليل قبل ما انام طالع من المرايه وبيبص لي ويضحك. انا مش عارف، انا كنت فاكر ان هو بيتهيألي، لكن طالما بيظهر لك يبقى فعلا ده موجود في البيت وبيظهر لنا كلنا، انا وانت. فاكر كلام الشيخ قال لي عشان انت بتحبني فاحنا مربوطين ببعض وبيظهروا لنا احنا الاثنين اكتر ناس. قلت لها صح يا ماما فعلا. لحد ما قررنا ان احنا نجيب اخر شيخ، واخر شيخ ده كان عن طريق جدتي. جه
وقعد يحكي مع امي ومع ابويا وقال لهم اللي هقوله لكم ده حكواتيه، والله العظيم هو ده اللي حصل من غير تحريف ومن غير اي حاجه. القصه دي حقيقيه يا حكواتي. الشيخ جه وجاب ميه وقرا عليها قران كتير وشربها لامي ولابويا وليا، لان احنا اكتر 3 بيظهر لنا الظواهر دي او بنحس بيها. الشيخ قال ان في عمل سفلي معمول، واللي عامله حد قريب جدا منيكم. امي لما شربت الميه واغمى عليها صحت من النوم شافت ست منقبه. ست المنقبه دي المفروض انها من العيله، والشيخ قال لنا واكد لنا انها من العيله، ومفيش غير حد واحد بس من العيله عندنا وهي مرات عمي. وفعلا مرات عمي مش بتحبنا وبتغير دايما مننا، فما اعرفش العمل ده عاملاه ليه. الشيخ قال انا مش هقدر افك العمل السفلي ده، شوفوا لكم دجال او اي حد ليه في امور الجن دي. لو عايزين نصيحتي لازم تشغلوا سوره مريم، آل عمران، سوره الزلزله، سوره البقره باستمرار في البيت. وفعلا الموضوع انتهى بمجرد ما اشتغلت الايات دي. بس مفيش مانع من مره والتانيه يظهر لنا ويضحك ويقول لنا ان هو موجود. انا لغايه النهارده وانا عندي 19 سنه الموضوع بيختفي وبيرجع يا حكواتي. فلو تقدروا تساعدوه يا جماعه او حد يقدر يقول تفسير اكتبوا لي في الكومنت يا جماعه. وما تنساش طبعا انك انت لو عايز تبعت القصه بتاعتك علشان احكيها في السلسله الجديده اللي بعملها حكاوي المتابعين، انك تبعت لي على التيك توك او الانستجرام يا حكواتي. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش تشوفوا الفيديو اللي فات، واستناني في الفيديو اللي جاي. سلام يا حكواتي، سلام.